بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الطبقات. كيكة سهلة وبسيطة وشيك قوي في التقديم، واهم من ده كله ان طعمها خطير بجد. طعمها حلو قوي، هشة، وتاكلي الصينية كلها ما تحسيش انك اكلتي حاجة. خصوصا في الصيف بنبقى عايزين الحاجات المرطبة دي اللي ترطب علينا. بجد حلوة 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 قوي، وفي التقديم شكلها حلو قوي. بصي انا هقطعها من جوه وهوريكي شكلها عامل ازاي. كيكة متناسقة. بصي شكل الكيكة فيها فراغات ازاي، والكريمة حلوة قوي. يلا نشوف الطريقة عملناها ازاي. اول حاجة في خلاط هجيب كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر، ونص كوباية كاكاو. كاكاو طبعا خام، واضرب الخليط ده كويس قوي. اعمل زي صوص الشوكولاتة كده. ده القوام اللي انا عايزاه، وده صوص حلو قوي تقدري تستخدميه في اي حاجة. هاخد منه كوباية واشيلها على جنب، هقولك هعمل بيها ايه. هي حاجة شبه الجاتوشات وكده. ازود بقى بيضتين وكيسين فانيليا، واضربهم كويس قوي. طبعا لما اضربهم الخليط هيخف جامد قوي، فطبعا هحطه في قلب بولة وانزل عليه بكوباية وربع دقيق، ومعلقة بيكنج باودر، وذرة ملح، واقلب بمضرب يدوي عادي، مش هقلب بمضرب كهرباء، بمضرب يدوي. القوام مظبوط قوي لان المقادير مظبوطة قوي. ده القوام اللي انا عايزاه. في صينية بقى مبطناها سمنة ودقيق او زيت ودقيق او زبدة ودقيق زي ما تحبي. بحط الكيكة، وطبعا هي بخليها رفيعة كده زي ما انتم شايفين. بتبقى حلوة قوي وهشة قوي، وبالمعلقة بمشي عليها كده عشان تطلع السطح متساوي بتاعها. اكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. اجهز الطبقة التانية، كوباية كريم شانتيه على كوباية لبن. اضربهم بالمضرب كويس قوي لحد ما القوام اللي انا عايزاه ده. لو الكريم شانتيه بتاعك مش محلى بحط له سكر، لو محلى ما بحطلوش سكر. الكيكه طلعت طبعا وهشه جدا، بخرمها بشوكه. واجيب بقى كوبايه لبن والصوص بتاعي اللي انا كنت شايلاه، احط معلقتين حلوين كده وادوبه. بيخلي طعم اللبن خطير. الطريقه دي بتودي كيكه في حته تانية. بجد طعمها حلو قوي. طبعا الكيكه مفرغه وهشه، فهتشرب السوائل في ثواني. يعني بجد خفيفه قوي قوي، يعني تاكلي منها الصينيه ما تشبعيش. اسيبها تبرد خالص، شربت السوائل وتبرد خالص يعني خالص عشان ما تسيحليش الطبقه التانية اللي هي الكريمه. حطيت الطبقه التانية اللي هي الكريم شانتيه، وبدات اوزع الحروف فيها اكتر عشان تديني الشكل المنظم، يعني شكل يكون منسق. اوزعها بالسباتيولا. مش هحط كريم شانتيه تاني، انا كده هوزعها كده هتتوزع معايا، وكريمه حلوه قوي ومتماسكه. عشان انا استنيت لما الكيكه تبرد خالص. اجيب بقى الصوص بتاعي واحطه في كيس الحلواني، وابدا امشي بخطوط كده عشوائيه طبعا، خطوط بالطول وبالعرض كده رايح جاي. الصوص ده حلو قوي، تقدري تستخدميه في كل حاجه. تقدري تحتفظي بيه في التلاجة وبخلة سنان اللي هو توسبيكس. وبفضل اعمل خطوط بالطول وبالعرض، وده الشكل النهائي ليها. بصوا الشكل النهائي ليها، شكل الطبقات تجنن، شكلها حلو قوي. قطعيها بقى وقدميها، شكلها حلو قوي لما تقطع. بصوا شكلها بجد متناسقة، وطعمها احلى من شكلها. جربيها، ولما تجربيها مش هتبطلي تعمليها. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.